قضية أحمد الورقلي بدأت تاخذ في منحنيات أخرى وخطيرة. جماعة أنا السيد هذا تلاقيت به وحسيت باللي راهو يمر بأوقات صعبة وبمشاكل نفسية. هكذا السيد راهو في عمره 19 سنة، ما نساوش مازالو صغير وراهو عايش وحده. أنا من هذا الفيديو وطالب من العائلة تاعو تتدخل قبل فوات الأوان. أنا عندي معلومات وناوي يروح وكاع حاجة ما تعجبش، ولكن راني نقول لكم باللي انا على حسب واش لاحظت فيه انه يمر بفتره نفسيه صعبه جدا. على باليش اسكو يكسروا له هذه الحكايات ولا من قبل، ولكن يمر بفتره نفسيه صعبه. دونك خويا ولا ما على باليش عائلته ولا لازم تدخلوا في اقرب وقت تشوفوا وليدكم حالته النفسيه اسكو راه مليح اسكو ماهوش مليح او عايش وحده في عمره 19 سنه. وانا نقول لكم من هذا المنبر ماهوش مليح. دونك نتوما قبل فوات الاوان رانا نشوف او اصبح تراند وكدا ولي فيديو. جماعه قبل فوات الاوان من فضلكم دخلوا في هذه الحاله. انا تلاقيت به وقصرت معاه وهضرت معاه في قضيه كيما راح الريستورون تاع ريفكا وكدا. اول حاجه جا عندي قال لي فوالا واش كاين عيط لي ريفكا كدا استفسرت لقيت بلي احمد شاكر راهو يزيد عليها وكدا ليسونسيال، وحسيت باللي راهو يمر بمشاكل نفسيه. دونك اذا راهو يمر بهذه المشاكل لازم يداوى قبل فوات الاوان، لانه اذا كان عايش وحده في عمره 19 سنه وزيد راهو مريض ولا ما به وما فاقولوش ولا ما فقتولوش، راح تزيد حالته تتطور وراح يصرى ما لا يحمد عقباه. اللهم اني بلغت فاشهد.